دراسة مبسطة سريعة عن ديوان همزة وصل من الشاعر وليد مليجي. على فكرة الشاعر وليد مليجي هو مراجع ديوان همزة وصل. ديوان همزة وصل من تأليف الشاعرة اسمها الصبور ديوان عمرو. تقول الشاعرة في تقديم الديوان الذي قدمته بنفسها قائلة: المعاني جميعها تختلف خلف حروف العناوين المبهمة حتى تأتي المقاطع بالوصف فتنجلي مقاصدها للقارئ، كما تختلف كثير من مشاعرنا المتدفقة لسنوات حتى تأتيها همزة وصل فتعيدها للحياة. كل هذا في ديوان من 17 قصيدة. وأما عن عناوين القصائد، يعني حاجة أول مرة أشوفها، عناوين القصائد ليس دالة على معنى في حد ذاتها. يعني العنوان لوحده ما يدينيش معنى. كثيرا ما نقرأ عناوين تفضل مضمون القصيدة. يعني نقرأ عنوان قصيدة نعرف القصيدة دي فيها ايه وبتحكي عن ايه وهتبدأ ازاي وهتقفل ازاي. وفي عنوان قصيدة يدور حواليه زي العناوين دي كده. يعني لما تقول لي مثلا إلا إذا ده يعني يحتمل 1000 توقع إن إحنا نتوقعه لمضمون القصيدة. تنقص كثيرة من كل عنوان من العناوين. فهذا العنوان جملة لم تكتمل. يسعى القارئ جاهلا بمعرفة بقيتها، وعندما يقرأ بقية الجملة يدرك قيمة همزة الوصل تلك والتي كانت سببا في اكتمال المعنى لديه. الفكرة السرية لأبعد الحدود ورغم ثرائها وشيوع مفرداتها لم تخطر ببال شاعر، لكن الشاعرة استطاعت أن تلتقط ذلك القيد الذي وصلت به كل المعاني المتناثرة، حيث بدت ثوبا جميلا فائق الجمال. وللمرة الأولى